ما بين 8 نوفمبر و7 ديسمبر تسارعت الأحداث انطلاقا من مدينة العيون في اتجاه الجزائر، تندوف، بروكسل وأخيرا مدريد. تطورات محلية إقليمية دولية أصبح يعرفها ملف وحدتنا الترابية. دخول البرلمان الأوروبي على الخط أخرج أحداث العيون من حيزها الوطني إلى البعد الدولي، وكشف عن الوجه الحقيقي والجانب المستتر للعقلية الإسبانية التي لا زالت تحن إلى عيون الصحراء في عهد فرانكو. قبل اليوم كان المغرب في مواجهة مكشوفة مع الجزائر، وكان يسعى دائما إلى تفادي التصعيد خدمة لمصالح الشعبين. اليوم فتح الإسبان بكل تلاوينهم السياسية جبهة جديدة ضد المغرب يمولها الغاز الجزائري. مسيرة الدار البيضاء جسدت تلاحم الشعب المغربي ضد المؤامرات العلنية والسرية التي تستهدفه. البرلمان المغربي كرس هذه الوحدة من خلال اجتماع كل مكوناته السياسية على دعم الحكومة في مواجهة هذه المؤامرة، ولكن كيبقى ملف الوحدة الترابية رغم التصعيد اللي عرفوا خلال المدة الأخيرة مع إسبانيا كيبقى المحرك الرئيسي لكل المؤامرات هو الجزائر. من خلال كل هذه المعطيات